السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده مفيد جدا ومهم جدا. وناس كتير ممكن تكون ما تعرفش قيمة المكون اللي معايا ده. المكون اللي معايا ده خطير جدا وله فوائد كتير جدا للجسم. ادخلي على جوجل كده واكتبي اسم المكون اللي هقولك عليه ده، هتلاقي له فوائد كتير جدا ممكن تكوني ما كنتيش تعرفيها. زي كده بالظبط، يعني انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه غير لما واحده صاحبتي وحبيبتي كده قالت لي عنه ان هو ليه فوائد كتير جدا للجسم. فانا دخلت على جوجل وقريت عليها، ولما عرفت كل الفوائد بتاعته دي دورت عليه لحد ما جبته. وهو يعني سعره مش غالي خالص، سعره بسيط، ومعلقه واحده منه بس ونعمل الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تاكليه كده بالهنا والشفا، حاجه في منتهى الجمال. عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده وتزهقوا مني، هقول لكم هو ايه المكون ده. المكون ده هو دقيق الشعير. دقيق الشعير ده كانوا زمان بيستخدموه ان هما بيصنعوا منه العيش، وكان بيكون ليهم كغذاء وكدواء وكوقاية من جميع الامراض. هو صحي جدا ومفيد جدا للجسم، بيديهم القوة والنشاط، وبيعينهم على تحمل ظروف الحياة الصعبة، وفي نسبة من البروتين عالية جدا. واحنا شغالين في الفيديو كده هقول لكم كمان الفوائد بتاعته، بس تعالوا نشوف ازاي هنحضره مع بعض ونعمله ازاي مع بعض. اول حاجة بجيب معايا معلقة كبيرة مليانة من دقيق الشعير زي ما شفتم معايا كده. بحط عليها حوالي ربع كوباية من المية وادوبها بالشكل ده. برفعها على نار هادية جدا مع التقليب المستمر، لان الوصفة اللي هنعملها منه النهاردة هي التلبينة النبوية. التلبينة النبوية هي اسمها كده لان هي سنة عن رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. وصلنا بيها الرسول عليه الصلاة والسلام لانها بتزيل الهم والغم وبتشفي المريض، وليها فوائد كتير جدا هنقولها مع بعض، وهقول لكم كمان عن الحديث واحنا شغالين مع بعض كده. بس هقول لكم انا عملت ايه عشان ما تتوهوش مني في الخطوات. بفضل اقلب معلقه الدقيق مع ربع كوبايه الميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اشم ريحه الدقيق كده استوى معايا، وفي بخار خفيف كده طلع من الدقيق. وزي ما قلت لكم احنا شغالين على نار هاديه خالص، شايفين بالشكل ده. لما يوصل معايا للمرحله دي هضيف له كوبايه من الحليب الدافي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه تضيفي حليب، عايزه تضيفي ميه، عايزه تقلبيها بس كده، وبعد كده تضيفيها مع علبه زبادي زي ما تحبي. بس انا حبيت اوريكم الطريقه الاساسيه للتلبينه، جميله جدا وسهله خالص، وكمان طعمها في منتهى الروعه. بنفضل نقلب كده بقى معلقه الدقيق مع كوبايه اللبن لحد ما تدوب كده الدقيق خالص مع اللبن، وقوامه هيتقل كده شويه زي المهلبيه زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي. تعالى اقول لكم عن الحديث كده واحنا شغالين مع بعض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انها مفيدة جدا للمهموم والحزين، ومفيدة جدا للقلب، وليها كمان فوائد كتير جدا للجسم اقولها لكم دلوقتي. شايفين التلبينة بدأت تربط ازاي؟ بسيبها كده تقلب قلبتين كده وانا بقلب على طول، وخلاص كده بطفي عليها النار وبتكون جاهزة معايا. بنقدمها بقى سخنة او باردة، يفضل طبعا نقدمها مع المكسرات وعين الجمل لان ليهم فوائد كتير جدا. شايفين خلاص كده بقت جاهزة معايا، هطفي النار. شايفين ده القوام بتاعها. ولو سبتيها تبرد في التلاجة شوية هتتقل كمان شوية. بصبها بقى في الطبق بتاعي. ممكن تاخدي الكمية دي على مرتين او على مرة واحدة زي ما تحبي. بس شايفين معلقة الدقيق عملت لي كمية قد ايه؟ ما شاء الله جميلة جدا. تعالى اقول لكم كمان شوية من الحاجات اللي بتعملها للجسم. انها بتعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وكمان بتخفف حالات الاكتئاب، وبتعالج ارتفاع ضغط الدم، وكمان بتعالج القولون، انها مهدئ وملين، وبتعالج الامساك، وزي ما قلنا انها بتعالج الاكتئاب والارق، وكمان بتعالج الضعف العام للجسم وسوء التغذية، واهم نقطة انها بتعالج مرضى السكري. مهمة جدا للناس اللي عندهم سكر ان هم ياخدوا دقيق الشعير ويعتمدوا عليه. يعني عيش، اي حاجة ياخدوها من دقيق الشعير، مهمة جدا ليهم. بقدمها بقى مع شوية سمسم كده، ياريت يكون
ني ومطحون علشان يكون له فايدة اكبر. انا بحب كمان اضيف لها شوية كده من جوز الهند المبشور واضيف المكسرات بتاعتي. لو مش حابة تضيفي المكسرات اللي انا ضفتها دي مفيش اي مشكلة، ممكن تستخدميها كده او ممكن تضيفي حبة بس من عين الجمل وخلاص، مش اكتر من كده. كفاية ان هي سنة عن رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا ما ضفناش سكر ولا اي تحلية للتلبينة بتاعتنا واحنا بنعملها، فبضيف في الاخر كده على الوش معلقة صغيرة من عسل النحل، واحنا طبعا عارفين ان العسل النحل فوائد كتير جدا. فتخيلي بقى انت بتاكلي كده حاجة مفيدة من الشعير وكمان عليها العسل النحل بكل فوائده. ودقيق الشعير كمان كله ايجابيات بصراحة، يعني ان هو مطحون على بعضه كده، فيه نسبة عالية جدا من الالياف وكمان نسبة عالية جدا من البروتينات اللي بيحتاجها الجسم. فتخيلي كده انت بتاكلي حاجة مفيدة وكمان سنة عن رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام. ممكن تاكليها دافية بقى كده بالشكل ده، وممكن تسيبيها في التلاجة كده نص ساعة لحد ما تهدى وتسقع كده معاكي. في الحالتين بتكون طعمها خطير، جميلة جدا. حاولي تعودي نفسك عليها حتى لو مرتين في الاسبوع كده، مفيدة جدا. والناس كمان اللي بتحب تعمل دايت او عايزة دقيق قليل في السعرات الحرارية، ما شاء الله دقيق الشعير مفيش احسن منه. انا بالنسبة لي احسن من دقيق الشوفان بكتير وطعمه جميل جدا، وكمان سعره مش غالي خالص. اسأل عليه عند اي عطار او في اي سوبر ماركت كبير كده في الجزء بتاع العطارة هتلاقيه موجود على طول. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم منه ومن كم المعلومات اللي احنا قلناها. وزي ما قلت لكم حاولوا على قد ما تقدري تداومي عليها، هتحسي بالفرق وهتلاحظي النتيجة ان شاء الله. شكرا جدا على متابعتكم، وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.